السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم بهذه الطلبيه تاع 50 حبه غاطو المهرس محشي بشوكولا طارتيني، وراح نزينوه بالكاناش يكون في اللون الباج على حساب اختيار الزبونه. اكيد راح نقول لكم السعر. وهذا الكاناش راح نخدمه بالحليب، ما راحش نديرو المره هذه بكريمه سائله. ولاباط اللي خدمت بها غاطو المهرس راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. يعني الرابط تاع لاباط تاع لي طارتولات هي اللي نخدم بها غاطو المهرس ولا اي غاطو يطيب في لي مول تاع الانوكس. شوفوا لهنا العجينه، راني درت 500 غرام مارغرين صول بحراره المطبخ، درت 8 مغارف كبار معمرين سكر كلاصي، ودرت زوج بيضات كاملين وزوج صفار وفاني، ولميتها بالفرينه حتى تحصلت على عجينه يابسه شوي على تاع الصابلي، مديروهاش طريه باش ما تهبط لكمش في المول. وثاني حاجه الخميره والزيت ما كان له ديروهم في الوصفه هذه باش تنجح معاكم. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف تاع العجينه اللي مولفه نخدم بها، وثاني نكتبها لكم في صندوق الوصف، ونزيد نكتبها لكم هنا الفوق، نخليها لكم مكتوبه كاللي مهتمه. كل نصيحه نمدها لكم باش ينجحوا لي غاطو تاعكم اللي ديروهم في لي مول تاع اينوكس، لازم لاباط تكون شويه ناشفه. وثاني حاجه كي تخدموا هكا في المول سواء تاع مهراس ولا لي باركات ولا اي شكل لي طرطولات، ولا كي تطلعوه هكا بصبع يديكم لازم ما تخليوش الفراغات على الجناب. حاولوا تضغطوا عليها مليح مليح وهي تطلع لي كوتي، ورققوها ما ديروهاش خشينه باش ما يكونش طعم العجين في لي غاطو تاعكم. شوفوا لهنا راني نقص بالموس كل مره نطلع فيها العجينه، ونزيد نعاود نلض بيدي نضغط بيدي حتى تعاود تطلع هذيك العجينه كامل. في هذه المرحله كي تحصلت على عجينه رقيقه راني نعدلها هكا باصابع يدي وخليوها طالعه هكايا البنات، باش كي طيبوها في الكوشه اذا هبطت شويه العجينه هذاك هو تهبط تجيكم مع المول تاع المهرس سوا سوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. لهنا راح نثقب هكا بالفرشيطه ونكملهم كامل. بغيتو ديرهم في الكونجيلاتور حتى 5 دقائق ومن بعد طيبوهم، بغيتو طيبوهم كامل. انا لهنا حتى نكملهم كامل مع بعضهم نديرهم يطيبوا. كي تحمروا شوفوا كيف خرجتهم جاو حمورة من تحت طيبين وما محافظوا على الشكل تاعهم. نفوتوا الغناش تاع الشوكولا. لهنا عندي 3 كيلات شوكولا في جيكا ودادا بيضاء. ديروا الكيلة كيلو سواء بالكاس ولا بالصحنه، ومن بعد احكموا الشوكولا البنيه غير تزيدوا بالتدريج هكا باش تحصلوا على اللون اللي حبيتو. يعني لهنا نقول لكم قداه دات لي 600 غرام شوكولا بيضاء ومطرق تاع شوكولا بنيه فيه 100 غرام. حكمت قصيتهم طراف هكا وكيلت بيهم 3 كيلات، ودرت كيله ناقصه اسبوع تاع الحليب. سخنته مليح. وشي هو انا درت الحليب تاع لحظه هكا باش نخثرو شويه. سخنته مليح وفرغته على هذيك الشوكولا اللي كنت ذوبتها في حمام مائي. كي تذوبوا الشوكولا في حمام مائي ما تزيدوا لها حتى حاجه كيما درت انايا هنا في الفيديو. درك راني صبيت عليها الكيله نتاع الحليب يكون سخون، ونقعد نخلط هكا مليح مليح حتى يندمجوا المكونات مع بعضهم. شوفوا يا البنات درك نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وكل مره ندير غاتو تاع الكاناش راني نبارطاجيه معكم ونحاول نفهمكم مليح، واللي ما فهمتش حاجه تخلي لي تعليق في الفيديو لتحت بربي نجاوب عليها. هنا راني ندير الحليب هذاك بشويه بالتدريج. بغيتو ديروا الحليب بودره ولا ديروا كانديا، يعني انا حكمت حليب بودره خلطته في الماء مليح وكيلت كيله وخلطته مع الشوكولا هذيك. شوفوا الخليط كيفاه جاني. هنا مازال شويه متماسك راني زدتلو غير 2 مغارف كبار تاع الحليب، ونكمل نخلطهم من بعد نغطيه بالنيلون ونخليه يبات ليله كامل. غدوه من ذاك راح نطلعوه بالباتور ونخدم به. وشي هو النصيحه اللي مديها لكم كي تخدموا غاتو الغاناش، من الافضل تخدموا الغاناش في اخر لحظه. مثلا عندكم طلبيات بزاف وفيهم غاتو تاع الغاناش، خليوه هو الاخر خلاص وديروه باش يهزوهم في اليوم الاخر باش يقعد جديد. سواء خدمتوه بالحليب ولا كريمه سائله، في زوج راهم كيطولوا يفسدوا. شوفوا الخليط كيفاه جاني، راهو جاني هكا متماسك مليح. راح نغطيه بالنيلون بيتو ليله كامل في الفريجيدار ولا خليوه برا مع برد الحال. هذه هي الطريقه. نفوتوا دركا الكاطو المهرس تاعنا بعد ما طاب وخليته حتى نبرد، درته في البلا هكا وراح نزينه. لهنا راح نحشيه بشوكولا طارتيني ماكسون وندير له شويه تاع الجوز ونزينه بالغاناش من الفوق. والبري تاعو تحسبوه من 11,000 12,000 الفوق، ليسونسيال على حسب المكونات. كيما هنا قاطو المهرسه الحجم هذا والمول هذا راه ما يديش الحشو بزاف، قادر ديروا حشو اقتصادي خلاص وتخدموا به نورمال. وكل منطقه وكيفاه راه يتحسب. انا عطيت لكم ابي بري وانتم شوفوا المكونات اللي استخدمتوهم. وثاني حاجه الكاناش هذا رانا خدمناه بالحليب، ما درناهش بكريمه سائله. وشوكولا في جيكا ودادا ما نيش نخدم مثلا بالمرجان بالكاليتي واو ونجي نقول لكم ديروا البري ناقص، لا لا.
هذه هي يا البنات. هنا الكاناش راهو جمد صايبات ليلة كامل برا، راح نهبطوه هكا بالمغرف حتى نرطبو خلاص بالمغرف، ومن بعد نديروه بالباطور باش ما يفسدش الباطور هذاك تاعكم. شوفوا لهنا راني نطلع بشويه خاطر بارد الحال وجمد لي بزاف، نقعد نخلط فيه هكا. سمحوا لي على الفيديو يعني ماهوش واضح مليح، بصح اللون تاع الكاناش راهو باج ماهوش بني. لهنا راهو يبان غامق شويه، بصح لا درك تشوفوه في الاضاءه خير. والكيله هذه تاع الكاناش اللي درت زينت لي 50 حبه تاع كاطو المهراز، وبقى لي حاجه قليله قيس لي زين لي زوج برك زايدين. شوفوا لهنا كي خلطته خلاه طلعته جاني متماسك، يعني يبان شوي جاري. شوفوا اذا جاكم جاري في المرحله هذه زيدوا له مغرف كبيره تاع كرام شونتيي طلعوه مليح مليح، راح يرجع يتماسك. ولا تزيدوا له مغرف تاع حضا بودره راح يرجع متماسك على الكيف وتخدموا فيه به نورمال. درتو في الكيس الحلواني. رقم القمع هذا راهو 1 عنده 6 رؤوس ولا 5. ونبدا نزين بهذه الطريقه السهله مهله، ومام الديكور ماهوش هذاك الديكور اللي يكلف بزاف. انا درت غير الورد هذا كما قالت لي الزبونه، وهي من الفوق دارت لي باق هذوك اللي في الدوري. المهم يا البنات كما قلت لكم احسبوه من 11,000 وطلع على حساب المكونات اللي درتوهم نتوما، واذا درتوه اقتصادي تقدروا حتى تحسبوه 10,000 نورمال. هذه هي الوصفة تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا هنا الورد اللي راح نزين به، كنت شريت باطا هكا ب25,000. وكما قلت لكم مدة الحفظ تاع الكاطو اللي فيه الكاناش في الصيف راهو ما يطولش خلاص، وفي الشتاء معليش تقدروا تخدموه على الاقل 5 ايام حتى ل10 ايام نورمال كي ديروه في الفريجيدار. راهو يقعد طري، ما من الفوق ينشف بصح الداخل يقعد لكم طري. انا هنا خدمت الطلبيه هذه تاع 50 حبه، درتها في الدونتالو لي كيسات وحطيتها في الباطا كما قلت لكم. البيض تحسبوهم وحدهم على حساب البري اللي شريتو بيهم. شوفوا لهنا جا ما شاء الله، يعني حتى في البنه جا هايل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تستفادوا من القناه تاعي. ما تنساوش ديروا جيم وابوني للقناه كي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بارطاجيوها مع لي زامي والحباب. في امان الله والسلام عليكم.